السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم فيديو جديد ونهار جديد نبداو على صلاة نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم البنات غادي نحضروا الجميع حريرة المغربية، كتجي مقومة وكتجي عاقدة، طريقة سهلة وبسيطة ودغيا كتوجد معنا، ما كتطلبش الوقت كتير. ونمشيو على بركة الله. بالنسبة للمقادير، هنا البنات راه عندي الطماطم، عندي 2 حبات ديال الطماطم راني ضفتهم في الماء طيبتهم وزدت عليهم واحد شويه ديال مركز طماطم هكذا وطحنتهم مزيان جيدا ودرتهم في التلافه، ومازال غادي نزيد عليها مركز طماطم سائله. هنا البنات عندي العدس راني كنت ديجا مرقداه في الماء باش يتنفخ باش ما يتحلش، وعندي هنايا الفول راني غسلته، ونص كاس ديال الزيت روميه مع زيت العود خلطتهم، وعندي هنايا طروفه ديال اللحم صغار ومعاهم العظم، وهنا عندي الحمص راني ديجا كان هذا حمص ديال الدار راه رطبته وفسخته وخليت الحباب ديالهم مزيين. هنا عندي القزبر ومعلوس، وعندي هنا الكرافس. هنا عندي ملعقه كبيره ديال الكركم، ملعقه كبيره ديال السكنجبير، ملعقه صغيره مع مرش ديال الفلفل الاسود، ملعقه كبيره ديال الملح، وعندي ملعقه مع مرش صغيره ديال القرفه. بالنسبه للبنات هنايا هادو الاخير من غادي يطيب لينا الحريره ديالتنا، كنضيف الروز وكنضيف الشعريه. بالنسبه للشعريه انا درت ديال السفه هي باش كنحرك بهم في الاخير. هنا البنات عندي الدقيق والماء كنضيفهم هما الاولين قبل ما كنبدا نطيب الحريره ديالي باش كتختمر. كندير 3 المعالق حتى ل2 ديال الدقيق عامرين كبار، وكنضيف عليهم الماء وكنحركهم مزيان وكنخليهم جانبا من حدها. ملي كطيب لينا هي اللي كتعطي المفعول ديال هذا الدقيق مع الماء باش كتجي الحريره ديالتنا بنينه. نبداو على بركه الله الطريقه. هنا البنات كنضيف هذاك نص كاس ديال الزيت مخلطه بالزيت العود وزيت الروميه، وكنضيف عليهم اللحم وكنضيف عليهم الفول، كنضيف العدس وكنضيف الحمص. هنا كنضيف كرافس وقزبر معنوس. بالنسبه للكرافس ما كنطحنهمش مزيان، كنخليهم شويه دايرين. وهنا كنضيف التوابل: كركم، سكينجبير، الابزار، قرفه، الملح. هادو هما المكونات اللي كنضيف في هذه الحريره. وكنضيف مركز طماطم مع 2 حبات ديال الطماطم اللي طحنت، وكنزيد مازال الناس كنزيد من الطماطم الاخرى ديال القرعه. عندي انا قرعه سائله. كنخلط المكونات جيدا بحال هكا وكنشعل النار وكنخليهم كيتقلاو. هنا البنات كنخلي الماء، كنضيف الماء يكون سخون باش غادي تبلي. الماء من الافضل باش تبلي يكون سخون، ما تبليش يكون بارد باش غادي نملل هنايا. كنضيف الماء فوق في الطنجره وكنخلط. من الاحسن البنات ما تضيفوش الماء بارد في هذه المرحله هذه، ضيفوا الماء يكون غلياني يعني يكون سخون حتى تكون خارجه ليه السبوله ديالو، واللي كتضيفوهم في هذه الحريره يعني ساعه راه دغيا كتوجد معنا الحريره. غادي نسدو على واحد المده ديال ساعه وغادي نفتحوا عليها الطنجره ساعه ما كاملاش، وغادي نفتح عليها باش غادي كنقلبهم انا في واحد الطنجره كبيره حيت عندي كوكوط هنا صغيره. هنا البنات كيبقى لينا، انا كنسد عليها كوكوط وغنخليها ديك المده اللي قلت لكم ساعه. وهنا البنات كتبقى لينا الشعريه والروز راني ما ضفتهمش، وكيبقى لينا الدقيق اللي خليته في الماء، درته في الماء باش كيختمر لينا مما وجدت لينا الحريره. هنا البنات راني حليت على الحريره ديالتنا وقلبتها في الطنجره هذه كبيره. كنضيف البنات الروز وكنضيف الشعريه. بالنسبه شحال ديال الروز وشحال ديال الشعريه، 2 معالق كبار ديال الروز و2 معالق كبار ديال الشعريه اللي كنضيف انا، وكنخليهم واحد المده ديال 15 دقيقه مما طاب لينا الروز وطاب لينا الشعريه، واللي كندوروا
الحريره ديالتنا. هنا البنات من بعد من دازت واحد المده ديال 15 دقيقه، كناخذ دابا باش كنضوي الحريره بهذاك الدقيق اللي خليتهم كيختمروا في الاول قبل ما نبدا الحريره ديالتنا. وغادي نخليهم دابا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، وغادي توجد لينا الحريره ديالتنا. وجدت لينا الحريره ديالتنا. شوفوا البنات كي كتجي خاسره عاقده، وكتجي صراحه كتجي رائعه وكتجي روعه. نتمنى تجربوا هاد الطريقه ديالي، غادي تنجح معكم، ما كيطلبش الوقت كتير، ودغيا كتوجد معكم هاد الحريره. صراحه كتجي رائعه وكتجي معتبره بشهيتكم فيها. كنقدموها في صحن التقديم كيف حال هاد الشكل. ممكن لا بغيتي تضيفوا فوقها الربيع، كيبقى لكم الاختيار. انا خليتها هكا. شوفوا البنات كيفاش كتجي. تقدموها مع شباكيه وتمار، اي حاجه عندكم. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوا هاد الطريقه ديالي. صراحه كتنجح في اول مره، طريقه سهله وبسيطه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش لي واحد اللايك والبارطاج، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.